الله الرحمن الرحيم. اسمي لطفي العباسي، عمري 39 عام. أول حاجة أحب نقسم بالله يعني باش نقولوا هذا كله هو اللي صار وهو الحقيقة. أقسم بالله العلي العظيم أني هذه هي الحقيقة واللي باش نشهد به هذا هو الحق. باش نبدأ في سرد الحكاية متاعي. أنا كنت مدخن معناها كبير، كنت مدخن برشا، نحب برشا الدخان. وصارت لي حادثة عندها عامين في 2012 أني خذيت هواء على صدري. الطبيب في الوقت هذاك حذرني من أني نكمل التدخين وقال لي لو المرض اللي عندك هذايا ينجم يتفاقم وما تلقالوش حل. قلت له ما عندوش دواء معناها المرض هذا حتى كي نوقف الدخان. قال لي حتى كي توقف الدخان ما عندوش دواء، إن شاء الله يقف في الحد هذاك. ما بطلتش خاطر ما كانش عندي قدرة أني أول حاجة نبطل الدخان. كان ديما فما حاجة تشدني للدخان من غير ما نشعر بها، برغم أني لحت عليها زوجتي ولحت عليها أمي ولحوا عليها برشا ناس أني نبطل الدخان خاطر حالتي باش تمشي تتعكر. وهذاك اللي صار. كملت نتكيف في 2014 كيف زاد خذيت هواء مكان هواء اللي خذيته تعبني برشا قسيت على الخدمة، ما عادش نجم نتنفس وهبطت. كنت في سوسة هبطت لتونس، ما لقيتش في السبيطار. ما كنت كل ما تتعكر الحالة نمشي للأكسجين، نعمل ساعتين و3 سوايع أكسجين باش نجم نتنفس. وكل الطب رفعوا ايديهم في المرض هذا، قالوا لي هذا يتسمى الانتفاخ الرئوي. فما بلايص في الرئة تعباو بالهواء وما عادش يخدموا. وبالعربي كيما نقولوا احنا رواري تحلت، كيما نقولوا تشلفت، ما عادش تخدم كيما يلزم كيما الانسان العادي، وما عندوش دواء المرض هذايا. الحل الوحيد انك تبطل الدخان، وراي حالتك اذا كان ما تعكرتش ماهيش باش تتحسن، معناها باش تقعد معناها اقل مجهود انا نعمله نبدا نلهث، ما نجمش نخدم، ما نجمش نمشي، ما نجمش نتحرك. تعبت معناها نفسانيا، تعبت. كنت مهدد اني نبطل الخدمه، حياتي كلها مهدده معناها مع زوجتي مع صغاري. التقارير الطبيه شنو تقول؟ التقارير الطبيه كلها كانت تقارير خايبه. من الاول شكوى انه يكون عندي مرض خايب، ومن بعد شكوى انه يكون عندي اللي هو نقولوا لطف علينا السل. عملت التحاليل ما ظهروش هذوما، ما كانت فما بقعه صغيره في الريه ميته تظهر كانها دوره صغيره نتاع عين، تنوريها من بعد لسي كمال. ومن بعد ولا عندي بلغم بزايد، كان الضيق نتاع النفس يزيد، ماهوش قاعد يقف، قاعد يزيد في الضيق نتاع النفس. معناها حالتي النفسيه والصحيه قاعده تتعكر. لان وصلوا عملوا لي سكانير، قالوا خلينا نثبتوا بالضبط شنو اللي عنده. تاكدوا من المرض هذايا اللي هو المرض هذايا انتفاخ الرئوي. الرئه تتحل وتتعبى بالهواء، فيها اماكن ما عادش تخدم، تقف تعمل ستوب على الخدمه ما عادش تخدم. بقى عندي جزء صغير بركه هو اللي يخدم كاع. ورغم هذا الكل اللي قاعد يصير وما بطلتش الدخان، ما كنتش عندي القدره ان نبطل الدخان. كانت فما ديما حاجه تشدني باش نتكيف، معناها نقعد حتى 7 ايام 8 ايام من غير حتى داعي نمشي نجبر نتكيف سيجارو. وكانت حالتي ديما تتعكر معاه. مشيت للشيخ وحكيت له سي كمال، قلت له راه مشيت للشيخ هكايا، طلب عليا مبلغ غالي اول حاجه، معناها مبلغ خيالي، وما كانش فيه، هو ضامن ربي ديما نقولوا، ما كانش فيه ضمان انه كنت نقول له باش نبرا انا سعيد معناها باذن الله نبرا، وشفاء ديما باذن ربي. لكن ما كانش كلامه مقنع معناها، ما قنعنيش. نعرف احنا عندنا جارتنا كانت تجي لهنا ومعناها بارك لها ربي وشفات وبرات من برشا حاجات. نصحتني اني معناها باش نجي سي كمال. جيت لهنا معناها حكيت معاه. اول ما شافني تنجم تقول انا تفاجأت، معناها تفاجأت بحاجه اللي ما قالها لي حتى واحد. قالها لي كان هو والطبيب كاو اللي هو عندي الريه تحلت. معناها تنجم تقول هذه مو تكنيك نقولوا احنا نتاع ناس مختصين في الميدان. في الاول كنت نظن انه الامر هو مرض عضوي، لكن تبدل هنا اللي احنا معنا جاهل في الامور هذيا، الامور الروحانيه، فهمتني؟ تبدل الامر من المرض العضوي ولا معاه زاد اكتشفنا انه فيه مرض روحاني. واكتشفوا سي كمال اللي ما اكتشفوا حتى واحد، معناها حتى جماعه اللي نمشي لهم الكل معظم الجماعه ما اكتشفوهوش، كانوا رافعين يدهم معناها اللي هو انا فما واحد قال لي راهو امورك مع الطبيب ما عندك حتى حل، فهمت؟ ما يقوس منها الحاله. وبديت المرحله الاولى مع الشيخ كمال، جيت لهنا.
قداش في اللي مشيتوا كله طب ومصروف وسكانير وكل شيء، قداش في حدود قداش هكاكا؟ والله أخزر كمصروف أنا استعملت حتى أدوية معناها تنجم تقول من الخليج اللي حكيت له عليه اللي في الموروج الشيخ الهاشمي. ممكن خديت 3 جرعات، كلفوا لي 3 جرعات بركة ب 750 دينار. خليني مش الكل مصروف قدام اللي جيت لهنا لسي كمال. المصروف اللي صرفته ما يقارب 3000 دينار، ما يقارب 4000 دينار، 4 ملايين 4 ملايين من الفوق اللي صرفته الكل ما بين الطب مقارنة باللي خلصته لهنا. ما يجي حتى شيء يعني. والنتيجة؟ الحمد لله إن شاء الله معناها قاعد في طريق الشفاء، حاصل أموري وخاصة أموري النفسية اللي كانت متعكرة، كنت ما نرقدش، كانت أموري النفسية تعبة، كنت ما نجمش نخدم، الخدمة ما نخممش فيها جملة. الحمد لله تو حسيت أموري النفسية تحسنت، أمور البدنية زاد في تحسن، وهذا اكتشفته مش كلامي أنا معناها، ثم طبيب ديما نمشي له اللي هو اكتشف أول واحد المرض، هو بيدو تفاجأ ما حبش يقول. لما نقول لك حاجة قال لي راك قاعد تتحسن الحمد لله. قال لي راك قاعد قلت له شنو معناه اللحمة بيضة الريه بيضة قاعد تتحسن؟ قال لي قاعد في تحسن. بعدت على الدخان، والدخان ما بعدت عليه كما جيت أنا معناها من نهار الأول. هو سي كمال قال لي يا تبطل الدخان يا ما نتعاملش معاك. وكانت الطريقة اللي عملها لي معناها سبحان الله، معناها الكلام اللي قالوا لي حسيته أنه عاوني بالكدا وما نعرفش روحي كيفاش بطلت عليا الدخان. انا ما نصدقش كيفاش بطلت الدخان. معناتها انت اقتنعت بالقيمه شو اسمه المداوات الروحانيه، اقتنعت به تو؟ اقتنعت به 100% معناها، مش اقتنعت به 1000% تو، على خاطر انا ما كنتش نظن بصراحه خليني من المرضى نتاعي اني انا نبطل السواقر. انا خاطر كنت في حال الدخان مستحيل مش نبطل معناها. تو انا في حال نتاع مرض خايب نشيله فهمتي ونموت بشويه بشويه وما بطلتوش. كان وقت جيت معايا المكتب أنا وقتها بطلت الدخان وعزمت عليه. فما مساعدة روحانية، فما مساعدة نفسية مع الأدوية اللي ناخذ فيها نحس روحي نقدم بالطبيعة وقتها باش تكون عندك عزيمة تبطل الدخان. ها نقولوا اللي شو اسمه سي كمال اللي يدجل ويشعوض وعنده يداوي كذا ويجيب كذا وعمل كذا، فهمتني؟ علاش نسمعوا احنا تو فهمتوا لا فما جماعة متطفلة تقول لك لا راهو سي كمال هكاكا بالصدفة، فهمتني؟ شنو رايك انت في الموضوع؟ اذا كان بالصدفه ما نصورش، على خاطر علاش الصدفه كان هو مع برشا ناس اول حاجه، وثاني حاجه انا مشيت لبرشا الشيوخه اللي هما تنجم تقول رفعوا ايديهم على الموضوع معناها. فما شيوخه اللي طالبوا بمبالغ مشطه معناتها هما هز يديهم. لو كان مثالك راهو شو اسمه سي كمال ما عندوش ثقه في باش ان شاء الله وبقدره ربي باش يداويك، راهو حتى هو بيدو شنو رايك؟ والله العكس اللي لقيته لهنا. اول حاجه الاطمئنان اللي ما لقيتوش عند ناس اخرين كيف دخلت لهنا مع كلامه تطمئن انه مش يعطيك الفرصه وانه ديما راهو فما ربي في الوجود. هذه اهم حاجه لازمنا نعرفوها وهذه لازم يتعامل بها، انه ما دام الانسان حي يرزق ديما موجود الامل. ممكن فما ناس اخرى ترفع معناها تقسيه الامل هذاك تنحيه وهذاك الخايب. لهنا لقيته بالعكس، لقيت انه يمكن حتى كان مرضي معناها صعيب انه يتداوى، لقيت من اليد المساعده ولقيت الامور النفسيه تتحسن معاه ولقيت الدفع والشجاعه ولقيت الدواء باذن الله ان شاء الله. ما كنتش ترقد؟ ما كنتش نرقد، كنت نرقد متعب مثلا، نقعد ليلتين هكاكا ونرقد ساعتين ثلاثه حتى نص الليل ماضي ساعه ونفيق نبقى فيه. لا تو الحمد لله. خاصة البارح معناها لقيت نومة باهية البارح معناها الليلة اللي تعديت نومة باهية والحمد لله. النفس حسيته تحسن؟ حسيته تحسن النفس، حسيت ان النفس تحسن وحسيت حتى اقبالي على الخدمة زدت. توا رجعت نخدم ان شاء الله وقعدت تتحسن اموري. ليش عندك انقطاع الخدمة؟ وين تو قريب العام. تو رجعت الخدمة. رجعت الخدمة والحمد لله. شخص بإذن الله في الطريق. إن شاء الله إن شاء الله. الحمد لله أن الشركة زاد خذت معايا، عملت معايا حاجة باهية معناها مدت يد المساعدة. أني شو تقول له سي كمال؟ شو نقول له ساعة أول حاجة ربي يبارك لك وإن شاء الله ربي يزيدك علم على علم. إن شاء الله ربي يعطيك الصحة باش تعاون الناس هذوما المرضى اللي بالحق اللي ما عندهم كان ربي واللي عندهم ناس كيفك انت هيك ينجموا يساعدوهم ويعاونوهم ويقفوا معاهم. واهم حاجه في الموضوع فما ناس تحب تستغلك ماديا، فهمت؟ ما يخزرولكش الموضوع نتاعك انت النفساني خاطرك انت مستعد على خاطر كمريض تعطي كل شيء. فما ناس تستغل الموضوع هذا
بالنسبه لسي كمال ما ريتوش. بالنسبه لسي كمال يحاول يمد، انا اتصور حتى كما ما عندكش فلوس باش يعطيك دواء وباش يعاونك وباش يداويك باذن الله، كل شيء باذن الله. انا نقول لك بارك الله فيك. الحمد لله شكرا لله. والناس كلها راهو تراك بالجميل. راديو نعم، هذه اول راديو عملتها اول ما مرض، عندها توا ما يقارب على 3 سنين. 2012 في 29 فبراير 2012 كان راديو الشكل نتاعو معناها ظاهر ضيق النفس اللي كنت نعاني منه في الوقت هذاك وقت خديت الهواء. وكانت ثم نقطة بيضة اللي هي هذه، اللي هي لهنا نقطة صغيرة كانوا متخوفين منها الطبة، حلوها وشافوها والحمد لله. أنا ما طلعت فيها مرض خايب ولا ما طلعش فيها صل، ولكن كانت منطقة اللي هي نجم تقول ماتت معناها ما عادش تخدم في الرية. زاد الطب خموا انه باش يعملوا لي سكانير يتاكدوا من المرض نتاعي بالضبط، حبوا يعرفوا شنو اللي عندي خاطر بالراديو ما يعرفوش، اما سكانير توضح المرض بالضبط معناها. ولهنا يظهر المرض اللي هو ثم انبيل نتاع هواء في الرواري. الانبيل هذوما وقفوا تعباو بالهواء ووقفوا ما عادش يخدموا، وبقاو معناها كان جزء صغير من الري اللي هو يخدم وجزء الكبير اللي هو مرض وقف على العمل نتاعو ولا في البلغم ولا في الهواء. التقرير هذايا زاد حبوا يرفقوه مع السكانير، حبوا يشوفوا قياس النفس نتاعي قداش نجم ندخل هواء في الري وقداش نجم نخرج وقداش الوقت اللي يطلبوا تدخيل الهواء وتخريجه. هنا ظهر الضعف نتاع اللي هو هنا الضعف نتاع قوة تخريج النفس على خاطره ضعيف، بما انه الرواري معبية بالهواء ومعبية بالبلغم. وكذلك زاد هنا ظهر الضعف نتاع الرية في جبدين الهواء، معناها تاخذ برشا وقت باش تعبي الرية بالهواء وبرشا وقت باش تخرج الهواء باش تاخذ الاكسجين، وهذا يدل على انه فما ضيق نفس كبير. هذايا تقرير سكانير شنو بالضبط اللي عندي في الرواري نتاعي. اول حاجه عندي البلغم ولهنا مكتوبه بوزيتيف، معناها الكراشات ديما موجود البلغم كانت فيه شويه دم. ثاني حاجه التقرير النهائي اللي هو مكتوب لهنا كونكليزيون اللي هو هذا المرض مرض مزمن، فهمتني، ما يتنحاش ومش ممكن يتعافى منه ايا كان، معناها اي اللي يمرض به مش ممكن يتعافى منه طبيا. والحمد لله في التقرير الثاني قالوا لي هو ما فماش الحمد لله المرض الخايب وما فماش الصلب. انا زوجة لطفي، بطبيعته كان يحكي لكم على المرض نتاعو، مش كان هو كان مريض، حتى احنا كنا مرضى معاه انا وولادي، وتعبنا برشا نفسانيا وبدنيا وماديا والكل معناها، بحكم ان مشينا مع برشا من طبيب لطبيب من سبيطار لسبيطار واحنا نفركسوا. والحمد لله معناها كي جينا للشيخ لقينا الحل الحمد لله. تفرهد برشا، قبل كان النوم لا، انا زاد كيف ما نرقدش معاه، ولادي تعبوا زاده معاه كيف بالرغم صغار ويفهموا، والحمد لله توا لقينا الحل والحمد لله انه صحته تحسنت ولا باس. شكون سي كمان نشكروه برشا وربي يبارك له في صحته، والحمد لله انه كان موجود معناها وعاوننا برشا ونشكروه ربي يبارك له.